صباح الخير عليكم أحلى متابعين في الدنيا. زي ما اتفقنا مكملين في سلسلة وصفات رمضان. النهاردة هعمل معاكم صنف حلو. هنعمل مع بعض ميني بلح الشام. وصفة سهلة بتمنى إنها تعجبكم. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنبدأ بالشربات أو السيرم، وهيكون عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية من المية. أنا استخدمت المعيار بتاعي مجات الشاي العادية. هننزل عليهم بنص عصرة ليمونة. مش هنقلب خالص، هنرفعهم على النار، وفي مرحلة الغليان هنحط باكت من الفانيليا، وهياخدوا معانا من 7 ل8 دقايق على النار. بعد كده هنجيب قلاية ننزل فيها بكوبايتين من المية، معلقتين صغيرين من السكر، نص معلقة من الملح، 3 معالق كبار من الزيت، يفضل انه يكون زيت نباتي. وهنقلب على البارد قبل ما نرفعهم على النار. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل جدا. في مرحلة الغليان بقى هننزل بكوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا، طبعا نخلينهم. أول ما ننزل بيهم هنطفي النار بتاعتنا، وناخد كل المكونات بتاعتنا على الرخامة زي ما انتم شايفين، ونبتدي نقلبها علشان الدقيق بتاعنا يختفي بالمرة وما يبانش. طبعا في المرحلة دي بنستخدم إما معلقة أو سباتشولا زي ما انتم شايفين، لأنها بتكون سخنة جدا. وزي ما انتم شايفين كده الدقيق بتاعنا اختفى، وبنحاول نفتحها على قد ما نقدر عشان تبرد معانا. كده انا قادرة ان انا استخدم ايديا، بحاول على قد ما اقدر علشان العجينة بتاعتنا تبقى باردة عشان لما ننزل بالبيض بتاعنا. وكده بقت جاهزة معانا. وفي المرحلة دي بقى عايزة اقول لكم انتوا ممكن تستخدموا من 3 ل4 بيضات، مفيش فيها اي مشكلة. انا هستخدم بيضة واحدة عشان الناس اللي بتتابعني وعارفاني عارفة ان انا بتحسس من البيض. فانا عندي بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، نزلت عليها باكت من الفانيليا، وهنزل بالمكونات بتاعتي. لكن طبعا لو حابين تزودوا بيض مفيش فيها اي مشكلة. هننزل زي ما انتم شايفين بالبيضة بتاعتي. وزي ما انتم شايفين لما تيجوا تبتدوا تعجنوها هتحسوا انها بتفرول معاكم. طبعا ما تقلقوش خالص، مجرد ما نعجنها بايدينا كده حوالي دقيقتين هترجع تلم معانا، مفيش فيها اي مشكلة. بجد الوصفة سهلة جدا وتستحق التجربة. وكده هتبقى جاهزة معانا زي ما انتوا شايفين. تحسوا ان فيها مطة كده زي اللبانة لكن ما بتلزقش. زي ما انتوا شايفين معايا كده هي كده بقت جاهزة. وكده هنروح لمرحلة التشكيل. في التشكيل بقى حصلت معايا مشكلة. الكيس السيليكون اللي اشتريته الحقيقة اتقطع من اول استخدام. زي ما انتوا شايفين بجد نوع رديء جدا. فمفيش مشكلة، استخدمت عادي، شكلت بايديا مفيش فيها اي مشكلة. ان شاء الله لحد ما نجيب كيس سيليكون جديد. زي ما انتوا شايفين كده. وكده انا شكلت الكمية بتاعتي وهبتدي انزل بالزيت. لازم الزيت يكون بارد، وهنرفعه على النار زي ما انتوا شايفين. مش هنقلب خالص في المرحلة دي لحد ما يبتدي ياخد معانا لون زي ما هتشوفوا معايا كده بالظبط. هنطلع بلح الشام بتاعنا وننزل بقى بيه في السيرم بتاعنا. وكده بيكون بلح الشام بتاعنا جاهز. بجد وصفة حلوة قوي، سهلة واقتصادية، وطعمها بجد يستحق التجربة. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير كتير، اعادة نشر، طبعا اشتراككم على قناتنا على اليوتيوب، قناة في المطبخ مع سنة. تشرفونا وتكبروا قناتنا، واستنوني دايما في فيديوهات كتير. السلام عليكم.